عمرك سألت نفسك أنا ليه وأنا نازل الشغل الصبح ومعدي جنب الفرن اللي تحت البيت وابقى لسه فاطر في البيت وتمام وشارب شاي وقهوتي وكل حاجة زي الفل، فجأة يبقى نفسي آكل عيش من اللي لسه طالع الطازة السخن ده؟ أو أنت معدي في الكوربة مثلا فجأة نفسك بتروح للشاورما بسبب إنك شميت ريحة أبو حيدر؟ علشان تعرف إجابة الأسئلة دي وشوية حاجات تانية كتير تعرفك أنت ليه بتاكل حاجات أنت ما نفسكش فيها أو ما كنتش بتفكر فيها من شوية، اتفرج على الحلقة الجديدة من أنت تخنت كده ليه؟ اهلا بيكم في الحلقة السابعة من بودكاست انت تخنت كده ليه. في الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن ليه مخنا والسيستم بتاعنا بيساهموا في ان احنا وزننا يزيد، او ان احنا ناكل اكتر من اللي احنا محتاجين، او ان احنا نتخن بشكل او باخر. طيب هل هم اللي مسؤولين كده بس وانا ما فيش عليا دور بعمله؟ لا، انت في حاجات بتعملها في عاداتك وسلوكياتك هي كمان بتساهم وبتزود في فكرة انك بتاكل اكتر من اللي جسمك محتاج. طب ايه هي الحاجات دي؟ علشان نعرف ايه هي الحاجات دي تعالوا نبص على سؤال مهم جدا. هو احنا بناكل امتى؟ او بناكل ليه؟ الاجابة السهلة جدا هتقول باكل لما بجوع وباكل علشان اخد طاقة. بس حرفيا لو هي دي الإجابة اللي كلنا بنتبعها ما كانش حد غلب. يعني كان زماننا كلنا بناكل بس اللي احنا محتاجينه، وبناكل بس على قد الطاقة اللي احنا محتاجينها تمشي المكنة اللي احنا دايرين بيها دي اللي هو جسمنا. بس الموضوع أكبر وأعمق من كده بكتير. في 7 أنواع من أنواع الجوع هم اللي بيزقونا ان احنا ناكل. 7 أنواع دي هي اللي هنتعرف عليها في حلقة النهاردة، وهنشوف ازاي كل نوع منهم بيساهم في ان احنا ناكل اكتر من اللي جسمنا محتاجه. اول نوع هنتعرف عليه النهاردة من انواع الجوع دي هو جوع الحواس. ايه جوع الحواس ده؟ الحواس اللي انت بتشوف بيها العالم من حواليك، الشم، السمع، اللمس. الحواس دي ممكن هي نفسها تبعت إشارات للمخ إن هي عايزة تاكل. ليه بتبعت الحاجات دي؟ زي ما كنا لسه بنقول بالظبط، انت معدي قصاد الفرن شامم ريحة الخبيز، شامم ريحة العيش اللي لسه طالع طازة وسخن، ففي associations أو في ارتباط ما بين الريحة الحلوة دي جوه مخك وما بين الفعل أو الأكشن بتاع الأكل. هو بيشوف الارتباط ده ويفهم الإشارة اللي جات له ويقول خلاص طالما الإشارة جات يبقى أنا محتاج آكل دلوقتي. فمخك لما بتجيله الإشارات دي بيقرر إنه يلا روح يا فلان اللي هو صاحب هذا الجسد، اعمل الأكشن اللي أنا مستنيه دلوقتي. طالما شميت الحاجة دي أنا محتاج آكل. تيجي أنت لسه متغدي ونازل تتمشى في الكوربة تشم ريحة أبو حيدر يبقى نفسك في شاورما. طب أنا أصلا ما نفسيش في شاورما، أو أنا ما بحبهاش للدرجة، أو أنا لسه واكلها امبارح. كل الحاجات الأسباب المنطقية دي اللي بتقول إنك مش المفروض تاكل شاورما دلوقتي ما بتبقاش جزء من عملية اتخاذ القرار. الموضوع بيبقى طالع من الحواس بتاعتك بيزقك على فعل معين. في ناس بقى الموضوع بيختلف من شخص للتاني حسب ايه اكتر حاسة بتأثر فيه في الموضوع ده. في ناس بالنسبة لها حاسة الشوف او النظر يعني هي اكتر حاجة بتزقها تجاه الاكل او الجوع اللي مرتبط بالحواس ده اللي هو بيسموه sensory hunger. فمثلا كل ما سيادتك او حضرتك تتفرجوا اكتر على فيديوهات لاكل والطبخ والفود بلوجرز على السوشيال ميديا تلاقي نفسك اوتوماتيكلي بتروح تاكل اكتر من اللي انت محتاج. حط ده بقى وسط الصورة الكبيرة اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت. انت مثلا بدأت في المرحلة دي انك عايز تركز على اكلك، فمشيت
عقلية الحرمان وقررت تحرم نفسك من كل الحاجات اللي بتحبها، ف انت اوريدي مجوع نفسك، مش محترم رغبات جسمك، مش محترم حجم الطاقة اللي جسمك محتاجها اللي مناسبة ليه ولحجمه دلوقتي. ماشي في الشارع شفت اعلان لساندويتش محطوط شكله حلو ومتظبط معمول له فود ستايلينج، يوم ما تخش بقى تعرف التفاصيل الحقيقية اصلا للاكل ده هتعرف ان كل الحاجات دي مش حقيقية ومش اكل اللي بتطلع في الصور المغرية قوي دي. بس انت في اللحظة دي اوريدي بسبب طريقتك في تظبيط اكلك او طريقتك في انك عايز تخس اللي فيها ارهاق وعدم احترام لجسمك، فانت بتخليه very vulnerable. يعني ايه vulnerable؟ يعني هش، تخلي مقاومتك ضعيفة جدا. يوم داخل عليك حاجة زي السنسوري هانجر او جوع الحواس، فاوتوماتيكلي معناها ايه بقى اوتوماتيكلي باللي احنا شرحناه في كام حلقة اللي فاتوا؟ معناها ان ده بيحصل في السبكونشس، هي حاجة مش هتعدي على عقلك الواعي او الكونشس مايند بتاعك علشان تاخد وتدي معاك وتقول لك ده صح ده غلط لا نعمل لا ما نعملش. دي حاجة بتحصل بشكل اوتوماتيك. فانا سايق ونازل من الشغل وما اكلتش حاجة من الصبح وقلت هي انا هاكل وجبة واحدة لما اروح، اشوف كام اعلان ورا بعض على البيلبوردز وانا مروح في الطريق، الاقي نفسي قبل ما اروح اصلا قمت داخل الدرايف ثرو وجبت اكل مش مناسب خالص مع الاهداف بتاعتي او مش مناسب خالص مع الحاجة اللي انا عايز اعملها. وافتح بقى في سايكل هنتكلم عليها النهاردة برضو بتاعة شعور بالذنب. فانا اكلت حاجة مش عجباني، جالي شعور بالذنب، عشان اتخلص منه most probably في الاغلب هروح اكل حاجة تانية برضو والحلقة تلف. وده النوع التاني من انواع الجوع اللي بتزقنا تجاه الاكل، وهو الجوع العاطفي او الايموشنال ايتنج. كلنا سمعنا عن الايموشنال ايتنج، وده طبيعي لان مفيش انسان على وجه الارض ما بيحصلوش ايموشنال ايتنج، ومفيش حد مهما ادعى يقدر يقولك ان انا هخلصك من الايموشنال ايتنج. ليه بقى الكلام ده؟ انت كإنسان المشاعر بتاعتك دي جزء لا يتجزأ منك، واحنا قلنا ان الحاجات اللي بتأثر في سلوكياتنا ومنها سلوك الأكل هي مشاعر أفكار، والاتنين بيروحوا للمثلث بتاعهم مع السلوكيات، ده اللي هيزق السلوكيات بتاعتك. فالمشاعر عندها قدرة كبيرة جدا انها تدرايف البيهيفيرز بتاعتك، انها تؤثر وتملي عليك السلوكيات اللي انت بتعملها. ولو انت قررت ما تعملش ده فبيحصل مقاومة، فيبقى انت عايز حاجة وبتقاومها، والمقاومة دي بتاخد او بتمتص من طاقتك وبتمتص من ارادتك، وبالتالي لو فضلت مكمل بالاسلوب ده بس اسلوب المقاومة او الاسلوب الاعتماد على الارادة لوحدها، الموضوع هيقع وهتلاقي نفسك وقعت في الحاجة اللي انت كنت عايز تبطل تعملها. طيب كده موضوع الايموشنال ايتنج كبير وان شاء الله نعمل له حلقة لوحده، بس اللي محتاج تفهمه هنا ان زي ما احنا بنقول في انواع جوع مختلفة هي اللي ممكن تبقى السبب ان انا باكل اصلا. فعرفنا منهم نوعين اساسيين مهمين جدا جدا، والاتنين خاصين بجسمك، خاصين بالمكنة العظيمة اللي ربنا مديها لك علشان تعيش بيها في العالم ده. واحد مرتبط بالحواس وواحد مرتبط بالمشاعر. فالحواس بتاعتك سواء السمع او النظر او الشم ممكن هي اللي تكون السبب في انك عايز تاكل. ناس ممكن تسمع طشة الطعمية في الطاسة نفسه تروح لطعمية، ناس ممكن تشوف فيديوهات على السوشيال ميديا لأكل، لفود بلوجرز، لمطاعم، لحاجات، أو حتى إعلانات ثابتة مش لازم تبقى بتتحرك فنفسها تروح للأكل. وطبعا الأشهر يعني أو اللي أعتقد كلنا بنبقى عدينا بيها ولو مرة هي الشم، وخصوصا البيكرز، وخصوصا الحاجات اللي روايحها
مميزة. وأساسا علشان المطاعم هدفها انها تكسب، هدفها ان حضرتك تروح تاكل منها، هما بيعتمدوا على الحاجات دي، بيعتمدوا على شوية التريكس اللي هي بتساعدهم يزقوا الناس ان هما ياكلوا اكتر. اقول لك مثال، عارف عربيات الكبدة اللي في الشارع؟ الراجل الطيب اللي واقف عليها ده ولا دارس ماركتينج ولا دارس NLP ولا دارس هيلث كوتشنج ولا فاهم الحاجات اللي احنا بنشرحها دي جاية منين ساينتفكلي، بس هو لقى ممارسة عامة بتحصل في مجاله بتساعد ان الناس تجيله اكتر، فبقى عارف ان الحاجة اللي عاملها دي هتجيب لي زبون. طب ايه الحاجة اللي بعملها دي؟ ان هو لما بيجي يستفتح يعني يصلي على النبي كده ويقول يلا هنبدأ شغل، يجيب حتة ليا ويسيحها على بتاعة الكبدة اللي هي اللي بيطبخ عليها يعني. طيب هو ليه بيعمل كده؟ علشان اللية دي كتلة دهون، والدهون ميزتها في الأكل حاجتين، إنها بتدي طعم حلو جدا وإن ريحتها مميزة. الطعم الحلو ده هو الطعم اللي انت متعود عليه. لما بتبقى انت شخص اغلب اكلك فيه دهون عالية، فبتبقى متسيستم ان انا عايز الطعم ده. لما ما بلاقيهوش في حاجات تانية، حتى لو هو نفس الاكل بس مطبوخ بطريقة طبخ مختلفة شوية، ده اللي بيخليني اتقفل شويتين، او اقول لا ده مش عاجبني، او مش ده الاكل اللي انا بحبه، او في اكل حلو واكل وحش. هي التصنيفات اللي احنا بنعملها اوتوماتيكلي جوه دماغنا، وتيجي عقلية الحرمان والدايت كلتشر تزودها لنا اكتر واكتر واكتر. الناحية التانية الدهون بتدي ريحة مميزة، فالراجل صاحب عربية الكبدة ما درسش يعني ايه سنسوري هانجر، ما درسش يعني ايه جوع الحواس، بس هو عارف ان هو لما هيسيح حتة اللية دي هتعمل ريحة في المنطقة هتخلي الناس تعرف ان في حد بيبيع كبدة هنا. تلاقي نفسك وانت بتتمشى في شوارع مصر القديمة مثلا زي المنطقة بتاعت شارع المعز والحاجات دي، عمال تشم روايح كبدة وروايح كفتة من اللي بتتشوي دلوقتي، وتعمل حاجة اسمها ايه تجري ريقك. طيب يعني ايه تجري ريقك اصلا؟ من ناحية بقى علمية بحتة، معنى ان الغدد اللعابية او الساليفري جلانز بتاعتك ابتدت تفرز سلايفا، ابتدت تفرز لعاب، ان جسمك في المرحلة بتاعت انه مستني الاكل، فجسمك عمل ريسبوند، عمل رياكشن للحاجة اللي حصل، المحفز اللي حصل، التريجر اللي هو الريحة اللي شمها. فبقى فاضل ايه؟ خطوة واحدة، وهي السلوك. هتاكل ولا مش هتاكل؟ كل ما زادت الباريرز بينك وبين السلوك ده، كل ما قدرت انك ما تاكلش لو انت مش عايز تاكل يعني. وكل ما قلت الباريرز دي، كل ما قلت الحواجز اللي بينك وبين السلوك ده، كل ما ده حصل. بمعنى ايه؟ لو انت ماشي في الشارع وراك مشوار مركز في حاجة بتاع، هتشم الريحة ونفسك هتروح للأكل، وهتبقى بيعمل ماوث ووترينج أو تجري ريقك، وتبقى خلاص جسمك مستعد. بس في حاجات تانية، انت وراك شغل أو وراك مشوار مهم، أو عارف ومركز في ان انت في هدف رايح له، فتلاقي نفسك ان ده بيحصل كل يوم، بس ما باكلش، ما بروحش اعمل السلوك اللي جسمي كان مستنيه في الوقت ده. في المقابل لو انت مثلا قلت انا هنزل اتدنجل كده شوية، فبتتمشى عادي بدون هدف، عديت جنب فرن فضلت واقف قصاده تتفرج وتشم الريحة، فانت خليت في حواس اكتر مساهمة في عملية الجوع. الحواس ده هتلاقي نفسك قمت شدد لك حاجة، خليت الراجل يعمل لك كيس مش عارف ايه، هتلاقي نفسك عملت السلوك اللي
كان جسمك عايزه في الوقت. فده كده الجوع الحواس او السنسوري هانجر، وده اول نوع من الحاجات. النوع التاني اللي اتكلمنا عليه وان شاء الله نتكلم عليه باستفاضة برضو في الحلقات اللي جاية هو الايموشنال ايت او الجوع العاطفي. انت بيبقى عندك مشاعر كتير، مشاعر منها حاجات ايجابية او على السايد الايجابي من المشاعر زي الفرحة، السعادة، السرور، الانبساط، الفخر. مشاعر كتير اميل انها تكون ايجابية. ومشاعر تانية في ناس بتقول عليها سلبية او في ناس بتقول عليها مشاعر تقيلة زي الحزن، الغضب، الكره، الحقد، الغل، الاشمئزاز. كل المشاعر اللي هي تقيلة شوية، اللي احنا ما بنحبهاش، بنبقاش عايزين نحس بيها، بنبقاش عايزين نقعد معاها، بتتصنف في اتجاه المشاعر التقيلة أو المشاعر السلبية. طيب المشاعر دي احنا بنتعلم من واحنا صغيرين ان الحل الوحيد عشان اخلص من المشاعر ده هو ان ناكل. ده اول حاجة بتتعلمها في باب تجاهل مشاعر. يعني للأسف جزء كبير من تربية البني آدمين، موضوع مش مرتبط ببلد معينة، موضوع مش مرتبط بثقافة معينة عن ثقافة أخرى، جزء كبير من تربية البني آدمين بتربيهم على تجاهل مشاعرهم. احنا جايين هنا علشان نعيش، نفانكشن، ندو، نبقى human doing مش human being زي ما ربنا خلقنا. لا، انت عايز الإنسان عبارة عن مكنة، يصحى، ينام، ياكل، يشتغل، كل حاجة بتحصل بنظام، كل حاجة بتحصل زي عقارب الساعة. يا إما يبقى إنسان وحش، إنسان فاشل، إنسان مقصر في حق نفسه، أو إنسان مقصر في حق بيته أو أهله أو مجتمعه، إن هو مش عايش حياة الهيومن دوينج. فالتربية عملت خلل في الإنسان نفسه وعلاقته بنفسه. أنا ربنا خلقني هيومن بينج، المشاعر دي جزء أساسي مني، التعامل معاها واستيعابها، وإنك تقعد مع كل شعور فيهم تفهم هو عايز يقولك إيه. ده جزء من كونك بني آدم، جزء من كونك إنسان. كانت دكتورة نشوى أستاذتنا اللي علمتنا الهيلث كوتشنج دايما تقول لنا المشاعر دي ماسنجرز، هي تحمل رسالة ليك. طول ما انت فهمت الرسالة دي هو خلاص أدى دوره فهيمشي. طول ما انت بتقاومه ورافض تسمع له ورافض تسمع ايه الرسالة اللي هو عايزها، هيفضل يجيلك تاني ويزيد، والانتنسي بتاعت الشعور بتزيد. فتلاقي ان انا الطفل بيتعود على انك هتتجاهل مشاعرك بالاكل، بعد كده يكبر يبتدي يحاول يتجاهل مشاعره او يخلص منها بسلوكيات تانية زي شرب السجاير، زي شرب المخدرات، زي ادمان الجيمز مثلا، او ادمان السوشيال ميديا، او ادمان التليفون. اي حاجة بتعمل له احساس بالتنميل، النومينج، ان هو بيهرب من مشاعره التقيلة اللي هو مش عايز يقعد معاها دي بالسلوك ده. وعشان كده بيسموها comfort behaviors، بيسموها سلوكيات مريحة. هي بتريحه من ايه؟ ما هو اصلا قاعد مرتاح عادي. تريحه من المشاعر التقيلة اللي هو مش عايز يتعامل معاها او مش عارف يتعامل معاها. طيب خلينا نركز في الجزء الخاص بالاكل. انت الطفل عندك لسه عيل صغير ما عندوش قدرة على التواصل، فقدرته الوحيدة على التواصل دي هي ان هو يعيط. هو بيعيط وهو جعان لانه عايز ياكل، بيعيط وهو نعسان لانه عايز ينام، وبيعيط وهو حاسس بالوحدة لانه عايز حضن واهتمام من اللي حواليه، بيعيط وعايز اي حاجة. بس رد الفعل بيبقى ايه؟ بيبقى يلا نأكله. الطفل بيعيط يساوي حط اكل في بقه. وهو صغير وهو كبر شوية
جري، خبط في حاجة، قعد يعيط، يلا نقول له كخ معلش هي الترابيزة هي اللي وحشة، فنعوده ان هو ضحية ونعزز عنده عقلية الضحية، ان انا كده كده العالم ما بيحبنيش، الحاجات اللي حواليا كلها وحشة، كلها بتضايقني، محتاج حد كبير يحميني منها. والحد الكبير اللي بيحميني ده بيعمل معايا ايه ساعتها؟ يقول لي يلا روح كل، يلا نحشر اكل في معدتك اكتر من اللي انت محتاجه علشان نسكت خالص كل المشاعر التقيلة او المشاعر السلبية اللي احنا مش عايزينها دي. لما انت بعد كده بتكبر ويجيلك المشاعر التقيلة المشاعر السلبية اللي انت مش عايزها دي، اوتوماتيكلي هتروح تعمل السلوك بتاع ايه الحاجة اللي هتنيم المشاعر دي؟ هي الاكل. طيب هل الموضوع بيقف هنا؟ لا، الموضوع بيخلق دايرة او حلقة مفرغة من اشهر الحاجات المرتبطة بالايموشنال ايتنج او الجوع العاطفي. ان انت الموضوع بيبتدي معاك انك في مشاعر تقيلة، الحل الوحيد عشان اتعامل مع المشاعر دي هو ايه؟ ان انا اكل. طب لما باكل بيحصل ايه؟ دي مشاعر جديدة كانتش موجودة اصلا، وهي شعور بالذنب او شعور بالخزي، جلد وشيم، شعور بالعار، انا مكسوف جدا جدا من الفعل اللي انا عملته. الصوت داخلي ناقد يبتدي يلومك على الفعل اللي انت عملته ده. فبقيت واقف في انهي نقطة؟ زي كأن في مراية كده بين النقطتين دول، بقيت واقف في نفس النقطة اللي كنت فيها، ان في مشاعر تقيلة سلبية مش عارف اتعامل معاها. وايه الحل للمشاعر السلبية؟ هو الاكل. فهعمل ايه؟ اروح اكل تاني، والاكل التاني ده هيعمل ايه؟ هيحسسني بمشاعر سلبية، وهلم جر. تفضل الحلقة دي تلف باختلاف الدرجات. زي ما قلنا كل البني ادمين بيحصل معاهم ايموشنال ايه، بس في ناس بيحصل معاها مرة في الشهر، مرة كل 6 شهور، مرة في السنة، في ناس بيحصل معاها 15-20 مرة في اليوم. فأنا كلت شوكولاتاية، قعدت ألوم نفسي إن أنا كلت شوكولاتاية، بوظت الدايت، وأنا كان نفسي وكان المفروض وكنت عايز وكان I should I must، عمال أجلد في نفسي. فبعد الشوكولاتاية دي قمت واكل كيس شيبسي، فبعد كيس شيبسي قمت واكل، قلت بقى إيه، أنا آكل بقى حاجة صحية بقى عشان يبقى خلاص هعتبرها وجبة. قمت واكل زبادي مثلا، وبعد الزبادي قمت واكل فاكهة، وبعد الفاكهة قمت واكل أي حاجة ساندوتش، وهكذا وهكذا. أنا على مدار 4-5 ساعات اللي فاتوا كلت فوق 15 حاجة متقسمين عشان أهرب من الإيموشنز اللي مضايقاني دي، وهكذا وهكذا. فالطريقة المثلى للتعامل مع المشاعر نتكلم عنها إن شاء الله باستفاضة، واللي محتاجين نذكره هنا هو واحد من أشهر وأهم وأكثر المؤثرين من أنواع الجوع اللي بتخلينا ناكل زيادة عن احتياجاتنا، هو الجوع العاطفي أو الإيموشنال. فكده عندنا السنسوري هانجر أو جوع الحواس، وعندنا الجوع العاطفي أو الإيموشنال. طيب ثالث نوع، والنوع المختلف بقى فعلا بين الثقافات المختلفة. يعني احنا كده خلصنا الأنواع اللي علاقة بجسمك، وطالما دي حاجة ليها علاقة بجسمك يبقى دي موجودة في كل البشرية، ربنا خلقك عندك الحاجتين دول، فده الديفولت، ده السيستم. دي حاجات ما ينفعش تنتهي، لكن ينفع تعدل السلوكيات المرتبطة بيهم. فأنا مش بتحكم في مشاعري، مش بتحكم في حواسي، دول حاجات ماليش أي كنترول عليها، بس أقدر أتحكم في سلوكياتي، أقدر أكنترول وأقدر إنفلونس البيهيفيرز بتاعتي. النوع الثالث بقى هو اسمه السوشيال إيت أو
الأكل المجتمعي. ده بقى بيفرق جدا بين الثقافات المختلفة. تلاقي الناس اللي في مصر، دول عربية عموما، أمريكا اللاتينية شبهنا شوية في الحتة دي، المكسيك برضو معانا، أعتقد في بعض الدول في شرق آسيا عندهم نفس الكالتشر دي. هو ارتباط أي سوشيال ايفنت بالأكل. فأنت فرحان أن بنبارك لك عيد ميلادك، هناكل. اتخرجت، هناكل. خلصت امتحانات، هناكل. يوم حد جاي من السفر وبقالنا كتير ما شفناهوش، هناكل. الموضوع بيزيد قوي في الشرق الأوسط أو في المناطق اللي عندها ثقافة الكرم، ده جزء أساسي منها. المشاركة جزء أساسي منها، من ثقافة المجتمعات دي، ويرتبط بالأكل. يعني الشعوب العربية عندها كرم حقيقي، الشعب المصري عنده كرم حقيقي. ولو سافرت بره وتعاملت مع الناس تانية هتلاقيهم ما بيعملوش السلوكيات دي، ما بتجيش في دماغهم. بس ارتباطه بالأكل هو دي الحتة اللي بتطلع فكرة السوشيال ايتينج. بيحصل بشكل يومي، بيحصل بشكل يومي. عايز تعرف ازاي؟ تعال نبص على اول ما تصحى من النوم وتلاقي حد دخل عليك، مامتك، مراتك، بكوباية قهوة وشوكولاتات. دي حاجة حلوة، ده ممكن يبقى act of love أو act of service. هو الطرف التاني ده عايز يساعدك، عايز يبسطك، فعمل لك حاجة، جاب لك فطار في السرير. ده حاجة حلوة فشخ، مش مختلفين. بس في سؤال مهم، هو انت جعان اصلا ولا لا؟ افرض انت متعشي عشاء تقيل ونمت بعد العشاء ده، فانت لسه اصلا جسمك محتاج يصحى ويتحرك ويبتدي يعمل شوية فانكشنز عشان تساعده يهضم الاكل الكتير اللي مالي المعدة والامعاء او الجهاز الهضمي يعني بتاعك، عشان يعرف ياكل تاني. طيب يبقى انا خلاص عرفت لما اصحى وحد يجيب لي فطار في السرير مش هفطر. اللهم صل على النبي. ده اللي فهمته حضرتك من اللي احنا بنقوله. جرب. هتيجي تقول لهم لا مش عايز، هيتفتح الباب الشهير بتاع اخص عليك بقى كده، تكسف ايدي، ما جاتش على دي، يعني ما جاتش من الحته دي. كل ده سوشيال ايتنج، كل ده المجتمع اللي حواليك هو اللي بيزقك تاكل. انت ولا فكرت ولا قررت ولا اخترت ولا اي حاجة من الحاجات دي، انت مجرد مفعول به في المعادلة هنا. طيب المثال ده يمكن مش ناس كتير هتريليت لي. لك يا عم احنا طايلين حد يعمل لنا فطار في المكتب، ده انا بصحى مراتي هتف في وشي ونازل مش طايق نفسي عشان اتنين اروح الحق الشغل. طب يا عم تعالى اقول لك مثال تاني. تروح عزومة بقى، الليفلز تختلف هنا حسب غلاوة الحد، من يعني انت غلاوته عندك او غلاوتك عنده او whatever يعني. وفي نفس الوقت لو هو قديم شوية او كبير في السن شوية، فلو رايح عند مامتك ده هيحصل، لو رايح عند جدتك ده definitely هيحصل. اتحط اكل كتير على الترابيزة اكتر من عدد الناس اللي جاية definitely، لان ده مرتبط بثقافة الكرم. وبعدين بيحصل اصرار شديد على كل الناس انها تاكل اكتر من معدتهم او اكتر من الاكل اللي هم عايزينه، ونبتدي نخش في مرحلة والله لا ازعل منك، والله ما انا مكلماك، خصيمك النبي لن تواكل الحتة دي. ليه نروح للاكستريم ده ونروح لخصيمك النبي عشان مش عايز اكل اكتر من معدتي؟ فده سوشيال بريشر، ده ضغط مجتمعي بيحصل عليك بيزقك على سلوك معين. السلوك ده هو ايه؟ هو الاكل.